أهلا ومرحبا بكم في قناة زاهد للأبراج. أهلا بيك يا امرأة برج العذراء. النهاردة هنتكلم عن النصف الأول لشهر أكتوبر لعام 2023. القراءة دي قراءة عامة، يعني تنفع لكل العشريات الأولى والثانية والثالثة، وكمان تنفع لجميع الأعمار. طبعا لو أول مرة تشوف القناة ياريت تشرفينا بالاشتراك وتفعلي زر الجرس ودوس على اللايك ليصلك كل ما هو جديد، وكمان لو انت مشتركة بالفعل ياريت نعمل مشاركة للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد من محبي أصحاب برج العذراء. أهلا بك مرة ثانية امرأة برج العذراء. رحيل الأحزان وبداية الأفراح. الرسالة دي رسالة ليكي، رحيل الأحزان وبداية الأفراح. امرأة برج العذراء، من حين لحين انت كنت ساعات بتفرحي وساعات بتحزني، ساعات بتمر بحاجات صعبة وساعات بتمر بظروف صعبة. ممكن نقول كانت مشاكل مع الحبيب، أو كانت حدوث انفصال مع من الحبيب، أو ممكن نكون خرجتي من العمل أو سبت العمل. ولكن شهر أكتوبر ده شهر مختلف بالنسبة ليكي، وهو من أجمل شهور السنة بالنسبة ليكي، وهو رحيل الأحزان وبداية الأفراح. رحيل الأحزان وبداية الأفراح. امرأة برج العذراء، دايما الحياة خليط من الأحزان ومن الأفراح، ولكن الفترة اللي جاية دي يعني تعتبر بالنسبة ليك بداية جديدة على كافة الأصعدة، وبداية الأفراح سوف تدخل حياتك في هذه الفترة القادمة، لأن شهر أكتوبر شهر مليء بالمفاجآت بالنسبة ليكي. هتتعرفي على ناس وهتسيبي الناس وهتبدأ بداية جديدة مع ناس، وهتسيبي أصدقاء قديمة وتبدأ مع أصدقاء جديدة. هي فترة يا امرأة برج العذراء مختلفة، ولكن يعني الشهر ده بالذات هنقول في نسبة كبيرة من الأحزان هتروح من حياتك، وهتبدأ بداية جديدة من الأفراح، سواء على الصعيد العملي أو العاطفي أو حتى الصحي. يعني البعض منكم كان بيمر بظروف صحية صعبة، لكن الفترة اللي جاية دي هتكون بداية صحة جيدة، هيكون بداية لأنه يهتم بصحته ويهتم بنفسه. هيكون عنده شفاء بالفعل، شفاء ذاتي وشفاء من تعب كتير مر بيه. كمان هيكون عنده رحيل أحزان، طاقة الحزن والتعطيل اللي بيمر بيها أو بتمر بيها سوف تنتهي. فهي فترة جميلة بالفعل يا امرأة برج العذراء بالنسبة ليكي، سواء على الصعيد الصحي أو العاطفي أو المالي. في المال كمان هيكون عندك بداية جديدة في العمل، بداية ويعني هتكون بداية موفقة. هيكون عندك مال قادم ليكي، تربيات، ممكن نقول مسؤولية جديدة في العمل. كمان هتبدأ منكم البعض يقوم بعمل مشروع جديد أو بداية جديدة مع عمل جديد هيقوم به بالفعل. فهي بداية جميلة بالنسبة لامرأة برج العذراء في العمل. هيكون في مال قادم بإذن الله، بس احذري من المصروفات. أما بالنسبة لرحيل طاقة الأحزان اللي عنديكي، أنت بالفعل هتتحرر منيها. الفترة دي هتشعر إنك سعيدة، بدأت تكوني سعيدة من الداخل. هتعرفي تحكي عن اللي مريتي بيه والحمد لله عديتي منه بسلام. فهي بداية جديدة يا امرأة برج العذراء. أما بداية الأفراح وهي مع الحبيب، سوف تجد الحبيب المناسب إذا كنت حتى الآن يعني بدون زواج، أو لو كنت منفصلة سوف تبدأ قصة حب جديدة رهيبة، هتشعر فيها بالأمان والسعادة والفرح، وهيكون سببها رحيل طاقة الحزن اللي مريت بيها. أما بالنسبة للمتزوجين فأمامكم فرص قادمة جميلة جدا 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 لبداية جديدة مع بعض، والتخلص من طاقة الحزن والتعطيل اللي كنت بتمر بيها وطاقة المشاكل. لأنه هو شهر الأفراح بالنسبة لامرأة برج العذراء، شهر السعادة، شهر النجاح، شهر التوافق بينك وبين كافة الأبراج. فهتكوني بالنسبة لهم أنت جذابة، أنت اللي يعني بمثابة حمامة السلام، أنت هتكوني سبب أفراح الآخرين، وكمان أنت هتكوني بالفعل فرحانة.
فهي فترة جميلة، ولكن ابعدي عن الأشياء اللي تسبب ليك التعب. يعني ابعد عن المشاكل، ابعد عن طاقات التعطيل من أشخاص يكون أنت عارفاهم هم سبب تعطيلك في حياتك. ابدأ بداية جديدة، حاول تداري على شمعتك عشان تجيد. ابعد عن الشر والأشرار. خليك يا امرأة برج القوس منفتحة على الجميع، ولكن اعمل حدود للجميع. يعني ما تديش فرصة حد يتدخل في حياتك، سواء العاطفية أو العملية أو المالية. خليكي دايما عاملة هذه الحدود. الحدود دي هي اللي هتساعدك على النجاح في حياتك عامة. فهي فترة جميلة بالفعل. امرأة برج العذراء، يا ريت تشرفوني بالاشتراك وتابعوني واشوف تعليقاتكم أسفل الفيديو.